أهلا بكم مشاهدينا في أخبار المونديال. بداية، عين الاتحاد الدولي لكرة القدم ثلاثي التحكيم الجزائري لإدارة مباراة الإكوادور وهولندا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى من مباريات كأس العالم الجارية أطوارها بدولة قطر. وكشفت الفيفا عن تعيين مصطفى غربال كحكم ساحة بمساعدة مواطنيه عبد الحق إشعلي ومقران قراري. المجموعة السادسة، المباراة الأولى تعادل فيها المنتخب الكرواتي بدون أهداف أمام المنتخب المغربي والتي لعبت على استاد البيت. مباراة ثانية ولحساب المجموعة الخامسة انهزم فيها المنتخب الألماني في افتتاح مشواره بكأس العالم ضد المنتخب الياباني، وافتتح الماكينات مجال التهديف عن طريق ضربة جزاء نفذها اللاعب إلكاي غاندوغان في الدقيقة 32، لكن منتخب الساموراي عدلوا النتيجة عن طريق اللاعب دوان ريتسو في الدقيقة 75، ليضيف اللاعب تاكوما أسانو الهدف الثاني لصالح اليابان. هذا وتعد خسارة المنتخب الألماني ضد اليابان ثاني مفاجأة بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني أمس أمام المنتخب السعودي. في المجموعة الخامسة يلعب في هذه الأثناء المنتخب الإسباني مع نظيره الكوستاريكي على ملعب الثمامة، مباراة دخل فيها المنتخبان بطموح الفوز وضمان أول النقاط في أولى مواجهة لهما في المونديال، حيث تشير النتيجة الآنية إلى فوز المنتخب الإسباني ب3 أهداف دون مقابل. ولحساب المجموعة السادسة يفتتح منتخب البلجيكي أولى مبارياته مع المنتخب الكندي على استاد أحمد بن علي، حيث يسعى منتخب الشياطين الحمر للخروج من مواجهة الافتتاح بأول انتصار يضمن له تصدر المجموعة، فيما يطمح المنتخب الكندي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل البقاء في المنافسة والتأهل إلى الأدوار المقبلة، خاصة وأن هذه المشاركة تعتبر الثانية له بعد مونديال 1986. وللحديث عن مباريات اليوم نتصل مباشرة مع المكون والمختص الجزائري في كرة القدم لامين كزيم. مساء الخير لامين كزيم. إذا لعبت اليوم مباراتين قويتين، الأولى جمعت المنتخب الكرواتي مع المنتخب المغربي وانتهى بالتعادل السلبي، والثانية أطاح فيها المنتخب الياباني بالمرشح للتتويج باللقب منتخب ألمانيا ب2-1. هل تعتبر هزيمة المنتخب الألماني مفاجأة أم أن المعطيات تقول عكس ذلك؟ مساء الخير على كل حال، كل متفق. لا مش إذا كان خلقنا من المنطلق أنه هذا غير معروف معايير، لماذا؟ لأنه أول منبر طبيعة المنتخبات القوية خاص باش تروح إلى أبعد. نعم، بداية سنعود إليك لاحقا. إذا نتابع الآن مشاهدينا جدول النتائج الجزئية لمباريات وأيضا برنامج مباريات الغد. مباريات اليوم المنافسة فيها شديدة ومفاجآت عديدة، منها تعادل المنتخب الكوستاريكي مع المنتخب المغربي وفوز المنتخب الياباني على المنتخب الألماني ب2، لتكتمل باقي المباريات بين المنتخب الإسباني والكوستاريكي ومواجهة بلجيكا وكندا. ورقة في الموضوع مع بلال بناري.
الممثل الرابع للقارة السمراء في المونديال المنتخب الكاميروني يستهل المنافسة أمام المنتخب السويسري على ملعب الجنوب لحساب مباريات المجموعة السابعة في مواجهة صعبة على أشبال ريغوبير سونغ. المنتخب السويسري صاحب التقاليد في المشاركات العالمية، وبعدما تأهل على حساب الطليان في الإقصائيات يريد الانطلاق بقوة في البطولة من أجل الحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل. ويبدو أن أشبال المدرب موراث ياكين في أحسن رواق أمام المنتخب الكاميروني الذي لم يظهر أشياء كثيرة في المباريات التحضيرية. ثاني مباريات المجموعة يحتضنها ملعب لوسيل بين أقوى المرشحين للتتويج باللقب، منتخب البرازيل أمام المنتخب الصربي. رفقاء نيمار مرشحين للفوز بالمباراة بالنظر للقوة التي ظهر بها السامبا في الإقصائيات عندما تربعوا على عرش المجموعة، وأكدوا ذلك من خلال المباريات التحضيرية. المدرب البرازيلي تيتي وبعدما شاهد في مباراة الأرجنتين السعودية يكون قد حفظ الدرس جيدا من أجل تفادي أي مفاجأة قد يصنعها المنتخب الصربي القوي الذي تأهل عن جدارة في مجموعة ضمت منتخب البرتغال. بالنسبة لأشبال المدرب دراكان شتوشكوفيتش التواجد في المونديال للمرة الثالثة ومواجهة البرازيل يعد في حد ذاته محفزا لصنع المفاجأة بهجوم ناري يقوده دوزان فلاوفيتش. ملعب المدينة التعليمية سيكون مسرحا لأولى مباريات المجموعة الثامنة بين منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية في مباراة مفتوحة على كامل الاحتمالات بين ممثلي أمريكا اللاتينية وقارة آسيا. رفقاء كافاني يسعون لانطلاقة قوية في المونديال خاصة والمجموعة تضم أيضا البرتغال، لذلك الفوز مهم بالنسبة لتشكيلة المدرب ديغو ألونسو في بقية المشوار أمام منتخب يطمح هو الآخر لبداية مثالية. رفقاء سو هونغ مين ورغم إدراكهم بصعوبة المأمورية إلا أن المجموعة تعول كثيرا على تحقيق نتيجة إيجابية بقيادة المدرب باولو بينتو. أما خامس ممثل للقارة السمراء منتخب غانا فيدخل المنافسة من بوابة المنتخب البرتغالي على ملعب راس أبو عبود في مباراة صعبة على رفقاء آيو، خاصة والفريق يواجه واحد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب يقوده كريستيانو رونالدو في مونديال قد يكون الأخير للدون. البرتغال المرشح للفوز بالمباراة لكن عنصر المفاجأة يبقى وارد. والآن نواصل نشرتنا مشاهدينا المونديالية، حيث يواجه المنتخب السويسري المنتخب الكاميروني في أولى مبارياته في كأس العالم على استاد الجنوب، حيث تعتبر مهمة صعبة لهم بالرغم من أداء المنتخب السويسري الذي قدمه في التصفيات بكتيبة قوية من النجوم يتقدمهم شاكيري وغرانيت تشاكا. وتلعب سويسرا ضمن المجموعة السابعة حيث خاضت 37 مباراة في نهائية كأس العالم خلال مشاركتها 11 السابقة. حققت خلالها الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 مباريات. هذا ونجح المنتخب السويسري في الصعود إلى مونديال قطر بعد أن تصدر المجموعة الثالثة من التصفية الأوروبية التي ضمت منتخبات إيطاليا، إيرلندا وبلغاريا وليتوانيا. هذا ويستعد المنتخب الكاميروني لخوض مباراته الأولى أمام سويسرا ضمن المجموعة السابعة من مونديال قطر. المواجهة ستقام بملعب الجنوب يسعى فيها المنتخب الكاميروني لوضع بصمته الإفريقية، ورغم صعوبة المأمورية التي تنتظرهم يتطلع للظهور بقوة، خاصة وأنها المشاركة الثامنة لهم في هذه النسخة المونديالية. وفي نسخة 1990 شق طريقه بجدارة إلى الدور الثمانية على حساب منتخبات عريقة قبل أن يسقط أمام المنتخب الإنجليزي. ويأمل المنتخب الكاميروني إلى تغيير الصورة التي ظهر عليها في النسخ الأخيرة من المونديال.
يلتقي منتخب الأوروغواي غدا نظيره الكوري الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية ضمن المجموعة الثامنة من مونديال قطر. ويستعد المنتخب الأوروغواياني للفوز بهذا اللقاء، خاصة وأنه تحصل على لقبين النسختين 1930 على أرضه والثانية في البرازيل. هذا ويريد المنتخب الأوروغواياني مواصلة هذا الأداء بداية من الغد عندما يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي، وسيعول المدرب دييغو ألونسو على لاعبيه الأكثر خبرة فرناندو موسليرا وديجون غودين وسواريز وإيديسون كافاني. وعلى جانب آخر، يأمل المنتخب الكوري الجنوبي الذي يقوده المدرب البرتغالي باولو بينيتو في إحداث مفاجآت في المونديال والذهاب بعيدا في الأدوار الإقصائية، رغم أن مشواره في دوري المجموعات لن يكون سهلا في وجود منتخبات البرتغال وغانا والأوروغواي. ويبدو أن دفاع المنتخب الكوري الجنوبي في أفضل حالته بعد المستويات المتميزة التي قدمها في التصفية المؤهلة لهذا المونديال. هذا ويسعى رفقاء اللاعب سونغ هيونغ لوضع بصمته غدا عند مواجهة المنتخب الأوروغواياني باستغلال ثغرة المنافس للفوز باللقاء. وأكد مدرب محاربي تايك جوك أنهم جاهزون لإيقاف خطورة ثنائي الأوروغواي كافاني وسواريز. وتعتبر المشاركة 11 للمنتخب الكوري الجنوبي في بطولات كأس العالم. كما يستهل المنتخب البرتغالي بقيادة لاعبه كريستيانو رونالدو مشواره في المونديال بمواجهة قوية ضد منتخب غانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة. ويعتبر المنتخب البرتغالي أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم، خاصة وأنه يهدف لتحقيق 3 نقاط من أجل إرسال رسالة لباقي المنافسين كأنه قادر ويستحق المنافسة على لقب مونديال قطر. وفي مشاركته الثامنة يضع المنتخب البرتغالي عينه على البطولة الأغلى في تاريخ اللعبة بعد تحقيقه لقبي كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري أوروبا 2019. Sim, estou a responder, mas deixa esperar bocadinho que isto tem um delay para aí 5 ou 6 segundos. هذا ويخوض المنتخب الغاني أولى مبارياته غدا أمام المنتخب البرتغالي ضمن المجموعة الثامنة من مونديال قطر. وشاركت غانا في منافسة المونديال 3 مرات في تاريخها، أولها مونديال ألمانيا 2006 بالوصول إلى الدور السادس عشر، وأبرزها مونديال 2010 بجنوب إفريقيا قبل أن يخرج أمام المنتخب الأوروغواياني في الدور الربع النهائي. وفي مونديال 2014 بالبرازيل ودع المنافسة في دور المجموعات. فلهذا يأمل منتخب النجوم السوداء في تكرار مونديال 2010 عندما كان قاب قوسين من بلوغ دور نصف النهائي. وعزز أودو مدرب المنتخب الغاني تشكيلته بلاعبين محترفين كإنياكي ويليامز وطارق لامتي مدافع برايتون الإنجليزية.
المنتخب البرازيلي سيستهل مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة منتخب صربيا ستجمعه على ملعب لوسيل ضمن منافسة المجموعة السابعة. ويسعى منتخب السامبا لتحقيق بداية جيدة في هذا العرس العالمي، طامحا للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 20 سنة، حيث سبق للبرازيل التتويج بلقب كأس العالم 5 مرات، آخرها في مونديال كوريا الجنوبية واليابان. رفقاء نيمار دا سيلفا يسعون إلى إعادة أمجاد الفريق الذي لم يغب عن المونديال على مدى قرن من الزمن، وتعد البرازيل المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ العالم، كما يطمح إلى الظهور بصورة قوية. من جانبه يطمح منتخب صربيا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد رغم صعوبتها، فهو من المنتخبات الذي لا يمتلك تاريخا طويلا في المونديال، حيث لم يتأهل إلى الدور الثاني خلال 3 مشاركات الثلاث في النسخ 2006 و2010 و2018، وغادر في الدور الأول. ويعول المنتخب الصربي في هذه المشاركة من أجل تحسين نتائج منتخبها على لاعبين ينشطون في الدورية الأوروبية مثل ماركو ميلينكوفيتش ودوسان فلاهوفيتش لاعب جوفنتوس الإيطالية. الآن مشاهدينا نعود إلى ضيفنا لامين كزيم ونتحدث أولا عن مباراة اليابان وألمانيا. الحديث عن مباراة الغد أيضا والتي تجمع البرتغال بغانا وكذا صربيا مع البرازيل، وكلا المواجهتين التي تحمل العديد من الاحتمالات. يعني كيف ترى ذلك السيد كزيم؟ والله مباراة شفنا يعني جد مكافأة جد وعالي، ولكن خاصة لازم كان في الملعب بعض اللعب مستوى، ولهذا كأس العالم السابقة قلنا جد. سنعود لاحقا للسيد كزيم. إذا نواصل نشرتنا. ممثلو الكرة الإفريقية منتخب الكاميرون يلاقي سويسرا وكوريا الجنوبية التي تتبارى مع الأوروغوايان. عفوا مشاهدينا، نتابع نشاطنا والآن نمر إلى أبرز عناوين الصحافة الدولية وما كتبته عن المونديال مع الزميل أحمد سويلح. الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم سلطت الضوء على نتائج مباريات الأمس في كأس العالم، والتي كان أبرزها فوز منتخب السعودية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد. كما اهتمت الصحف بفوز المنتخب الفرنسي برباعية على أستراليا، إضافة إلى مواجهة إسبانيا وكوستاريكا الجارية في هذه الأثناء. والبداية بصحيفة ماركا الإسبانية التي ركزت على مباراة إسبانيا وكوستاريكا وكتبت: دع النجم يظهر. الصحيفة اهتمت بهزيمة الأرجنتين أمام منتخب السعودية وفوز فرنسا حاملة اللقب على أستراليا ب4 أهداف ل1، وعنوانت: مفرقعات نارية تاريخية وفرنسا تلعب كبطل. صحيفة آس ركزت على مواجهة إسبانيا أمام كوستاريكا وكتبت: العاطفة الحمراء. صحيفة ذا صن الإنجليزية ركزت على فوز السعودية على منتخب الأرجنتين في كأس العالم وكتبت: جحيم بالنسبة لميسي. الجريدة اهتمت بفسخ عقد رونالدو وكتبت: تم طرد رونالدو من اليونايتد قبل بداية مشاركته في نهائيات كأس العالم الأخيرة في مسيرته. الصحيفة الفرنسية ليكيب تكلمت على فوز منتخب فرنسا على أستراليا وكتبت: السماء زرقاء. الصحيفة اهتمت بفوز منتخب السعودية على الأرجنتين وعنونت: رونار أكثر دهاء من ميسي. الصحيفة الإيطالية لا غازيتا ديلو سبورت تحدثت عن فوز السعودية على الأرجنتين وقالت: ميسي سقوط الملوك.
دائما مع النشرة المونديالية، إذا طمأن لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني جمهوره على وضعه الصحي بعد الإصابة القوية التي تعرض لها برأسه خلال الفوز التاريخي لمنتخب بلاده على الأرجنتين بهدفين لهدف. لنتابع التصريح. عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أطمنكم من أموري تمام إن شاء الله، والله يعطيكم العافية، دعواتكم لي ومبروك الفوز. جمهور السعودي تستاهلون قادة وشعبا، والله يسهل الأمر إن شاء الله في الأيام الجاية. شكرا لكم. والآن بعيدا عن المونديال، محليا وفي الرياضة العسكرية، تتواصل بالأكاديمية العسكرية بشرشال منافسات البطولة الوطنية لسباق التوجيه رجال وسيدات وسط ظروف تنظيمية محكمة. دنيا حجاب تقول: البطولة الوطنية العسكرية لسباق التوجيه كانت فرصة بالنسبة للرياضيين العسكريين للوقوف على مستواهم الحقيقي الذي يتوقف على مدى تحضير كل رياضي واستعداده البدني والفني لخوض مثل هذه المنافسات على المستوى الفردي والجماعي. فبعد الأدوار النهائية عاد لقب الدورة لفرق الأكاديمية العسكرية بشرشال عند الذكور والإناث حسب الفرد وحسب الفرق. اليوم المرأة العسكرية طبعا تؤكد مرة أخرى أنها ليست فقط هي مرأة تحافظ، ليست فقط هي مرأة عسكرية فقط، بل هي مرأة أيضا رياضية، واليوم هذا النجاح أكد ذلك الحمد لله، وهذا طبعا فخرا ونعتز به. منافسة سباق التوجيه كانت مسابقة قوية، سباق قوي، انطلاقة كانت قوية، والحمد لله كم تشوفوا تحصلنا على المرتبة الأولى. لتختتم الدورة باستعراض للفرق المشاركة وكلمة ألقاها العميد نصر الدين سلاطنية القائد المساعد. هذا التتويج لا محالة سيزيدهم عزيمة وإصرار على مواصلة تعلقهم مستقبلا في مختلف المنافسات الوطنية والدولية، فهنيئا للنخبة المتوجة على حصدها للميداليات والكؤوس. وتبقى الرياضة في الوسط العسكري تساهم بشكل كبير في إعداد الفرد المقاتل وتنمية قدراته المختلفة من خلال النشاط البدني الذي يمارسه ويسعى إلى بناء مجتمع سليم. في موضوع آخر، نظم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة الطائرة محمد حس ندوة صحفية بقاعة المحاضرات بمقر اللجنة الأولمبية الجزائرية. تطرق فيها رئيس الاتحادية إلى برنامج البطولة الوطنية وتحديات المنتخبات الوطنية القادمة. والآن مشاهدينا نستمع إلى ما قاله الرئيس محمد حس عن تاريخ انطلاق البطولة والرزنامة في ميكروفون الزميل عمر جمعي. الانطلاق البطولة راح يكون إن شاء الله يوم الجمعة، هذا الجمعة نكونوا يوم 25 نوفمبر. نورمالمون سيتي بريفي باش تنطلق صافي 15 جور مع ابري اون دوموند تاع لوروبور بار لي كلوب اللي كانت عندهم شويه ظروف قاسيه بالنسبه للانتدابات، بالنسبه للظروف الماليه. كنا كما نقول لك درسنا الوضع واجلنا لهم الانطلاق. ان شاء الله حتكون انطلاقه نهار الجمعه ان شاء الله، وتكون انطلاقه حسنه باذن الله. بالنسبه للبروغرام صدير الديرولمون تاع الشامبيونات، الديرولمون صدير كاين دو جروب، عندنا لو جروب سونتر اس لو جروب سونتر ويست، فيه 10 فرق من في كل منطقه. دونك بالنسبه للذكور، وكاين بالنسبه للاناث فاني الشرق وسط شرق غرب فاني فيه 8 فرق. بالنسبه للذكور يفون جوي صدير كل جهه راح تلعب 18 مقابله في المرحله الاولى، وبعد المرحله الثانيه راح نشوفوا لي 6 بريمي دو شاك جروب هما كي فون جوي لو بلاي اوف. هذا البلاي اوف هو اللي كي فا ديتيرميني لو شامبيون دالجيري باذن الله سو فورم دو تورنوا. والربعه اللي بقاو الخمسه الاوائل والخمسه اللي بقاو 6 7 8 9 10 يفون جوي كيما نقول لك على لو مانتيان.
وفي سؤال آخر عن تحضيرات المنتخب الوطني للكرة الطائرة رجال وسيدات، قال محمد حسن التحضيرات جارية في انتظار تعيين مدرب الرجال لتبقى تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس أهم أهداف الاتحادية رغم صعوبة المأمورية. بالنسبة للفرق الوطنية، عندنا صدير اون فيان دانستالي لو نوفو دي تي ان اللي هو مسيو قادر مسعود، هو اطار تاع دوله، ان اونسيان فوليور صدير خدم في عده اماكن في صدير لي ليغ دي جي اس، دونك يعرف لو بوست تاعو سوا عنده امكانيات كبيره، ان شاء الله راح يجيب الاضافه للفيدرال والكره الطائره. بالنسبه لي زونترينور ناسيونو، اون فيان دانستالي مسيو جلولي ياسين اللي كان هو مدرب تاع فريق مولوديه الجزائر، دونك فيان ديتر انستالي. بالنسبه للذكور صدير اون بليزيور نون كو سوا دي نون اترونجي ولا دي نون صدير لوكو، وان شاء الله راهم على الطاوله. دونك لو ميور هو اللي مش سي با لو ميور، ولا كل حاجه اللي فيه الصفات اللي يتحوس عليها الفيدراليه هو اللي راح يكون في الايام المقبله ان شاء الله، راح يكون هو لونترينور ناسيونال تاع لي سينيور اون باذن الله. تأشيرة صعيبه بالنسبه بالنسبه للاولمبياد، صدير نهضرك على في الفوليبول صدير باسكو عندنا دي غروند ناسيون، دونك ماهيش سهله، مي اون فا ميتر كيما نقولوا تو لو باكي باذن الله ان شاء الله باش نروحوا للابعد ممكن ان شاء الله، بوركوا با نكونوا في الاولمبياد تاع 2024 ان شاء الله. نعود الآن مشاهدينا إلى أخبار المونديال. نذكر فقط أن مباراة المنتخب الإسباني متفوق فيها منتخب لاروخا ب4 أهداف دون مقابل على المنتخب الكوستاريكي. وبهذا نعود إلى ضيفنا لمين كزي مجددا وهاتفيا للحديث عن مباريات الغد والتي تجمع البرتغال بغانا وكذا صربيا مع البرازيل، وكلا المواجهتين التي تحمل العديد من الاحتمالات. يعني كيف ترى ذلك السيد كزي؟ مساء الخير مجددا، اعتذر عن انقطاع الصوره والصوت. نظن انه المباراه تاع غدا تكون فيها نفس الشيء النديه، خاصه المباراه الاولى هذا كاس العالم. يعني نقولوا المعطيات ما عندناش خير من المعطيات نظرا لانه اول مره من جانب التقني راح نحلوا مونديال بعد المونديال راح يمشي في شهر 11، وحنا نعرف انه التحضيرات تاع الفرق الكبيره تحضيرات مكثفه جدا، ولهذا كاين مفاجات. نظن غدا مباراه البرتغال ضد غانا على الورق غير متكافئه، ولكن بينت لنا المباريات الاولى انه ما فيهش الان في المباريات هذه فيها نديه كبيره، فيها تكافؤ. فريق الغانا حيلعب حظوظه رغم انه تجربه لاعبين البرتغال ربما راح تدير الفارق. وكذا بطبيعه الحال الكل ينتظر مباراه المرشح الاول ربما لنيل هذه كاس العالم هو البرازيل اللي راح يواجه فريق صربيا. ونظن انه البرازيل عنده الفريق اللازم وعنده اكثر حظوظ باش يفوز بهذه المباراه. عموما شفنا بدايه مونديال مليحه، يعني مفاجاه مباراه. الشيء الممتاز هو تكافؤ المباريات الا مباراه او اثنين، وكذلك فهم الانتونسيت يعني الشده في المباريات كبيره، وكل الفرق يعني واجده تكتيكيا. شفنا الفريق الياباني اللي احرج كثير الفريق الالماني، خاصه انه الفريق الياباني عنده 8 لاعبين يلعبوا في البطوله الالمانيه، والمدرب درس جيدا الفريق الالماني اللي يبدو انه ناقص غير متوازن على غير العاده، لانه خصوه محور دفاع قوي، خصوه قلب هجوم، خصوه جناح مدافع ايمن حر. يعني عنده بعض الامور اللي لازم يصححها الفريق الالماني باش يكون من المرشحين. اما الفريق الفرنسي يعني على غير العاده بعد غياب عده لاعبين مثل بنزيما بوجبا وكونتي لاعبين يعني كبار، ولكن اثبت بقوه اللاعبين الهجوميين. هل نتوقع مفاجات اخرى كمباراه يعني مباراه اليوم كمنتخب الارجنتين امس والمنتخب اليابان اليوم؟ لا ممكن جدا. المباريات الاولى يعني كل شيء الفرق تلعب الكل في الكل، خاصه الفرق نقولوا المغموره المنتخبات عفوا الصغيره اللي اقل حظ تلعب، لانه بالتجربه المباراه الاولى مهمه جدا، خاصه الفرق اللي تحاول كيفاش تبقي على حظوظها. ونظن حيكون مع بعض المفاجاه، ولكن نقول لك بالتجربه انه المفاجات تنقص بالمباريات يعني، والفرق اللي عندها كذلك دكه كبيره اللعب الفرق الكبرى علاش هي اللي تروح لابعد حد، لانه عندها دكه كبيره، عندها لاعبين يقدروا يعوضوا اللاعبين
لانه بدنيا المباراه راح نشوفوا مثلا الفريق السعودي ادى مقابله كبيره من جانب البدني من جانب التكتيكي. انا نظن في كل مباراه ينقص شويه لانه ما يقدرش يكون عنده يقدر يلعب، ما عندوش اللاعبين اللازم وما عندوش لابيتود يعني باش يلعب في المستوى العالي بهذه. لكن راح يكونوا بعض المفاجات في المباريات الاولى، وربما هذا الكاس العالم ربما راح تكون فيه مفاجاه او اثنين في الدور نصف النهائي وفي الدور النهائي. شكرا لك السيد كزيم على هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا بهذا الخبر والأخبار المونديالية نختم وإياكم الأخبار المونديالية. إذا تتابعون سهرة مونديالية مع الزميلين سارة دربال والعياشي أمسيلي. إذا مشاهدينا السلام عليكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.